إلى الله نمضي يا هنيئا لمن سبق، ويا حظ قلب من تقى الله قد خفق. السلام عليكم، ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا رب. مرحبا بكم في قناتي، قناه فضاء امينه دي زاد. اللي دخلت لقناتي نقول لكم مرحبا بكم، اللي مازال ما شاركوش القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس يوصلكم كل جديد. اليوم جيت معكم بخبز التورتيلا يناسب جميع السندويشات اللي راح نديروا به التاكوس. حبيت نشاركوا معكم قبل ما نبداو في الوصفه والمقادير. حبيت نقول لكم بارطاجيو لي فيديو تاعي وديروا لي جيم هذا مكان، وروحوا للفيسبوك ديروا فضاء امينه دي زاد لاباج تاعي نحط فيها ديما جديد هذا مكان. نروحوا للوصفه تاعي. عندي فيها 4 كيسان فرينه تكون مغربله، عندي كاس ونصف حليب، عندي ملح حسب الفرينه اللي عندنا، وعندي ربع كاس زيت ما يقارب كيك 4 مغارف زيت. واش حطيت؟ كما قلت لكم الفرينه تاعي تكون مغربله، حطيت عليها الملح وحطيت عليها الزيت بسستها شويه وبديت نضيف الحليب، لان الحليب هو سر الخبز تاعنا، هو السر تاعو يجي ما شاء الله. لان ما درت والو، درت غير الحليب. كما قلت لكم نبدا نضيف فيه بشويه، لان جاتني كاس ونصف حليب اللي كيلت به الفرينه هو نفس الكاس اللي كيلت به الحليب. لهنا كاينه على حساب الفرينه، كاينه فرينه تشرب وكاينه فرينه ما تشربش. كما راكم تشوفوا لهنا نضيف بشويه ولم بقات هذه شويه كملتها ولميت العجينه تاعي. لهنا لميت العجينه تاعي ورايحه نعجنها بيديا، يعني ندلكها ما نقطعهاش. دوك نشوفوا مع بعضنا الطريقه. لهنا كما راكم تشوفوا انا خلي حيتها انا نشتي نخدم على سطح يكون قد كما راكم تشوفوا هكا، وبديت ندلك فيها بالكف تاع يدي، يعني كما راكم تشوفوا لهنا. دوك نعطيكم لكم الطريقه بهذه الطريقه، يعني كما قلت لكم ندلك فيها حتى نتحصل على عجينه طريه وطريه الملمس. نخليها ترتاح شويه، يعني مش حتديري من وقت خلاه ويكون الخبز تاعنا يعني درناه في الدار ويكون ما شاء الله. مام دوك نهضروا على طريقه الاستحفاظ تاعو كيفاه، يعني تقدري ديريه من قبل وتخليه. كما راكم تشوفوا لهنا راكم تشوفوا يعني كملت يعني الدلك تاعنا. رايحه نخليها ترتاح، نحطها في البابي فيلم ونخليها ترتاح، لان رايحه نخليها مده ربع ساعه نصف ساعه هكاك ونرجع لها، يعني على حساب يعني رايحه نكمل خدمتي ولا اي حاجه ونرجع لها. بعد ما رجعت العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا لهنا خليتها ترتاح، رايحين يعني ندلكوها شويه فقط، نحيو لها نديروها بشكل طولي، ومن بعد نقسموها الى قريصات. كما راكم تشوفوا لهنا العجينه بعد ما رتحت عادت ما شاء الله. كما راكم تشوفوا طريه الملمس، عجبتني انا، دوك نزيد نهزها نعتها لكم. كما راكم تشوفوا لهنا نقسمها. انا جاتني لهنا 9 كويرات، يعني نعدلها مليح، يعني نشكلهم على شكل دائري ونخليهم يرتاحوا شويه. هذاك ما نجي نكمل يعني نكون سخنت الطاجين تاعنا، لان نبدا يعني نقرص فيها. كما راكم تشوفوا يعني طريقه سهله، يعني مش حتدي لكم وقت خلا. كما قلت لكم تقدروا ديروا كميه اللي حبيتوها، تحبوا ديروا كميه شويه، تحبوا ديروا كميه بزاف وتخبيوها. دوك نعطيكم طريقه الاستحفاظ. لهنا بعد ما كملت يعني كورتها كامل، رايحه نغطيها باش ما ديرناش القشره يعني من الفوقه على الهواء، ونروح نبدا ندير بالوحده. كما راكم تشوفوا نحلوها لهنا بشكل يعني كاين لي كل واحد كيفاه. انا نحلها برك، يعني ماشي شرط نحلها دائريه لان ما يجيش شكل دائري. المهم نحلها تكون رقيقه ما تكونش خشينه، باش كنطيبوها تجي مليحه فقط. كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. ودرت الفارينه باش تساعدني في الحلال تاعها وما تلزقش، يعني العجينه تاعنا شويه طريه كما راكم تشوفوا. ونجيب طرشونها رايحه نفرشها ونحط عليها العجينه تاعنا. كما راكم تشوفوا نعدلها هكا تولي دائريه نورمال. نزيد نغطيها كل مره ندير كيما هكا ونغطي باش ما يقيسهاش الهواء وتشيح لنا العجينه تاعنا. نزيد نعاود ندير معكم وحده كما راكم تشوفوا. لان ديما قلت لكم ديروا الفارينه باش تساعدنا في الخدمه. لان كملت كما راكم تشوفوا نحطها على اختها يعني بهذه الطريقه، ونروحوا يعني نكملوهم كامل نروحوا نطيبوهم. لان كنت سخنت الطاجين تاعنا ولا مقله تيفال، حطيت يعني المقله تسخن مليح وحطيت العجينه تاعنا كما راكم تشوفوا، يعني تشيح على السطح تاعها كامل باش نقلبها. لان دوك دير كما تشوفوا نبابل هادوك صغار هكا
كما راكم تشوفوا هكا. نبدا نقلب فيها بشويه حتى نطيب، يعني مانيش حنخليها يعني خضراء، ما نشتيش يعني عجينه خضراء كما تعرفوا، لازم نطيبوها هكا مليح. وانا درت بها خبز، درت بها طاكوس عفوا، وحبيت نشاركه معاكم. دوك نديرو في الفيديو القادم ان شاء الله. يعني لهنا كنا حضرنا خبز التورتيلا، ومره جايه نديرو الطاكوس. لهنا حبيت ندير معاكم يعني كيف نطيبوها، يعني درت معاكم خطرتين يعني هكاك نكمل الطياب. نروحو كيف نخبيوها. كل وحده جبت كيس بلاستيكي حطيت الطرشونه فيه، ونبدا كل ما نطيب نحط فيه داخله ونقفل عليها باش ما يقيساش الهواء، تحافظ على الرطوبه هذيك. ما يمكن نخبيوها كيما هكا. الوقت الاستعمال يعني تقدري تخبيها يعني كما تحبي، يعني ديري قلت لكم كميه وتستعملوها. لان هذا هو خبز التورتيلا تاعنا، جا ما شاء الله. ننصحكم تجربوه، يعني الطريقه ما شاء الله. ولهنا مالي غير نقول لكم وصلنا الى نهايه الفيديو تاعنا. مع السلامه وتهلاو في رواحكم.